يا اخي اقسم بالله الاهلي وحشني جدا، واللي كمان مصبرني على لعب كاس رابطه العاصمه ما علينا يعني هو رجوع علي معلول اللي هو كمان وحشني قوي قوي قوي. مرحب برجوعك لينا من تاني يا افندينا. مباراه الاهلي وانبي النهارده الخميس الساعه 9:30 ان شاء الله باذن الله بتوقيت القاهره. معلول اللي غايب عن الاهلي تقريبا 10 شهور كامله، اخيرا 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 احتمال كبير نشوفه مع الكابتن سامي قمصان. ايوه انت سمعت صح، لان الكابتن سامي قمصان هو اللي هيقود النادي الاهلي امام انبي في كاس رابطه العاصمه او ايا كان المسمى. تعالى مع بعض كده نقول القايمه عشان فيها لعيبه كتير شباب ممكن ما تعرفهاش. خلينا نبدا باللعيبه اللي تعرفها في حراسه المرمى، حمزه علاء ومصطفى مخلوف فاحنا عارفينهم، وكمان معاهم لاعب اسمه محمد جريشه. من اللعيبه برضو اللي احنا نعرفها اللي هتكون موجوده ان شاء الله باذن الله في القائمه خالد عبد الفتاح، عمر كمال، اكرم توفيق، عمرو السوليه، احمد رضا، قفشه رجع مره تانية، وندفيد وعمر الساعي، وطبعا عاد لينا ملك الحلول علي معلول، وكمان رجع لينا يحيى عطيه الله. حمد لله على السلامه يا يحيى. ومن اللعيبه الناشئين اللي احنا هنتعرف على يعني اشكالهم بكره ان شاء الله باذن الله مع اسمائهم، وان شاء الله باذن الله يكونوا نوال المستقبل: محمد اسلام، محمد احمد سعد، معاذ عطيه، هشام مصطفى، حسام عادل، وكمان محمود لبيب، بالاضافه لمحمد زعلوك اللي كان بيلعب في الاهلي ثم راح اعاره لمودرن ورجع مره ثانيه الاهلي. وكمان من الناس المعروفه سمير محمد. طبعا غاب عن القائمه ناس كتير سواء كان موجوده مع المنتخب الاول او الشباب او الاولمبي او ايا كان، وكمان غاب عننا امام عاشور للراحه، واشرف داري واشرف بن شرقي وحسين الشحات كلهم برضو للراحه. وكل غيبات النادي الاهلي هترجع بكره للتدريب مع مارسيل كولر. بالتوفيق للنادي الاهلي امام انبي في كاس رابطه العاصمه وايا كان مسمى. وقول لي معلول وحشك ولا لا؟